إذا متابعينا الكرام في هذا الخبر العاجل والمهم، مشهد من مصر، اعتداء من الجمهور المصري على الجمهور ديال الجيش الملكي، فريق الجيش الملكي. الجمهور ديال الاهلي، فريق الاهلي، لان كاين واحد المباراه اليوم ديال الاهلي ضد الفريق ديال الجيش الملكي في اطار بطبيعه الحال العصبه الافريقيه. مشاهد غادي تشوفوها الان امامكم على الشاشه، وغادي نفتحوا النقاش بعد ما نشوفوا هذه المشاهد. لاحظوا معي. التغيير الاول لنادي. كما شاهدتم متابعينا الكرام، هذا هو المشهد حاليا من الملعب. كان هناك محاولة اعتداء على الجماهير كذلك. غادي نحاول نشوف لكم هذا الفيديو فينا هو الجماهير ديال الجيش الملكي كما تشاهدون. شوفوا معي هذا الفيديو. فكما شاهدتم هذا هو المشهد من الملعب. لاحظوا معي كذلك هذا الفيديو. نشوفوا مشاهد أخرى من زاوية أخرى كذلك. إذا كما شاهدتم متابعينا الكرام، يبدو أن هناك إصابة ديال أحد الأعضاء ديال الفريق ديال الجيش الملكي في هذا الفيديو كما شاهدنا. دابا السؤال المطروح، السؤال اللي غادي نناقشوه حاليا، شوفوا لك شي مشاهد أخرى. هذا شفناه. إذن هذا هو المشهد من المباراة ديال الجيش الملكي والأهلي المصري. دابا السؤال اللي غادي نطرحوه هنايا، واش غادي نشوفوا شي تحرك من الكاف ولا كما العادة؟
شفتوا كرة القدم الافريقية فين وصلت ولا ما شفتوش؟ بسبب التهاون ديال الكاف في تطبيق القوانين. بسبب تهاون الكاف في تطبيق القوانين. ياك ما عاوتاني غادي تصدروا العقوبات وتطبقوها علينا حنا، ولا تدخلونا حتى حنا في العقوبات، وتجيو تعاقبوا الاهلي توليو معاقبيننا حنايا الجيش الملكي. والله العظيم مشاهد مقززه لابعد الحدود اصاحبي، مشاهد مقززه لابعد الحدود. وهادشي كامل راجع للتهاون ديال الكاف في تطبيق القانون. لو كانت الكاف كدير عقوبات اللي هي عقوبات بالقانون وبالعقوبات منصفه، ما كناش غادي نشوفوا هاد التبهديله هادي. كرة القدم الافريقيه فين وصلت؟ كرة الهمج، كرة الهمج. تبغي انت ترفع المستوى ديال كرة القدم الافريقيه، غادي تعرضوا لك الهمج، يقول لك لا خلينا احنا في العجاج وفي الضرب وفي الشغب وفي كذا وفي الروينه، عندنا ما نديرو حنا بالمستوى العالمي، خليونا حنا في افريقيا في المستوى ديال الهمج. وفي النهايه غادي تجي اللجنه التاديبيه ديال الكاف غادي تعاقب الجيش الملكي، ما غاديش تعاقب الاهلي. لان هادشي حنا اللي شفنا في النهائي ديال الكان، هادشي اللي شفنا. جاو يعاقبوا السنغال، عاقبونا حنا. حول ولا قوه الا بالله. راه قلت لكم الكاف راه غترجع للور. شفتوا الكاف وكره القدم الافريقيه وعمرها ما غادي تزيد لقدام. انا كنقولها لكم وكنحلف عليها، عمرها ما غادي تزيد لقدام، غتبقى ديما اللور. طالما كاين نفس الاوجه، طالما كاين نفس التصرفات، وطالما كاين نفس الاشخاص على وجه على رئاسه اللجنه التاديبيه، وطالما والله ما يزيدوا لقدام بالله، بقاو ديما على نفس المستوى. وطالما الكاف ما تمش التنظيف ديالها من الداخل من اوجه الفساد اللي جالسين كيشدوا الفلوس باش انهم ما يطبقوش القانون. ويلا البارح تحدثنا على التصريحات الكارثيه ديال رئيس لجنه الحكام اللي قال لك اودي حنا ما بغيناش نطبقوا القانون على السنغال باش ما نخسروش الكان. فهنا شنو بقى ما يتقال هنا؟ شنو بقى ما يتقال في هذا الكاف هذه؟ زعما لا حول الله صافي، ما علينا. انت لما نتمنى السلامه بطبيعه الحال الاعضاء ديال الفريق ديال الجيش الملكي والجمهور اللي كاينين تما. انا لا اتوقع الكثير من الكافه باش نتفاهموا على هذه النقطه هذه. فهادشي اللي كاين، هادشي بغيت نوريكم فيما يتعلق بهذا الموضوع. خلوا لي الاراء ديالكم والتعليقات ديالكم. دائما وابدا لا غالب الا الله. عاشت المملكه المغربيه الشريفه ولا عاش من خانها.